بنلاقي ستات بتقول أنا جوزي طيب جدا، محترم جدا، بيعمل كل حاجة بطلبها منه، بس مش قادرة انجذب له. زي ما تكون بتحبه جدا بس في نفس الوقت عايزة تخونه. ودي نقطة ناس كتيرة جدا بتفهمها غلط، لأن المشكلة مش بالطيبة، المشكلة إن في رجالة كتير قوي اتربت على إن الحب بيجي بالطاعة، بيتربى على إنه الولد الكويس، the nice guy, the good boy، الولد اللي ما بيزعلش معه، الولد اللي بيقول حاضر، اللي بيخدم، اللي بيرضي الكل. فكبر وهو متعلم ازاي ياخد القبول، مش ازاي يكون عنده شخصية قوية ومستقلة. المشكلة ان النوع ده لما بيدخل في علاقة جواز بيبقى عايز مراته تحبه بنفس الطريقة اللي امه كانت بتحبه بيها، وده اللي احنا ساعات بنسميه mother complex، ان جزء منه مازال متعلق بصورة الام أكتر من صورة الشريك. فتلاقيه بيحب مراته جدا ويتعلق بيها جدا، لكن من جواه مش شايفها مرأة بالكامل، مرأة بالمعنى الجنسي اللي العلاقة محتاجاه، شايفها مصدر رعاية واحتواء. وساعات مراته تقولك ده بيدلعني كأني بنته بالظبط، بس في الآخر هي وبنته في الحقيقة بياخدوا نفس المعاملة. ولأن الرعاية شيء والرغبة شيء تاني، بتبدأ الزوجة تحس إن في حاجة كبيرة ناقصة، تحس إنها بتحبه قوي بس مش منجذبة له، تحس إنه لطيف جدا بس مش سند، موجود لكن مش قائد، طيب لكن مش قادر يحتوي المواقف الصعبة. ومع الوقت تلاقي نفسها هي اللي بتقرر، هي اللي بتواجه، هي اللي بتقود العلاقة. فتبدأ هي كمان تحس إن هي أمه أكتر مما تكون مراته، والإنجذاب هنا بقى بيموت، بيروح في 60 داهية. لأن أغلب الستات مش بتنجذب للسيطرة، لكن بتنجذب للي قادر يقود نفسه، اللي عنده حدود وعنده رأي وعنده اتجاه ويستحمل الخلاف من غير ما ينهار أو ينسحب. فالراجل بيبقى مش مرغوب فيه لأنه طيب، بيبقى غير مرغوب فيه لما يتحول لطفه ده لاعتماد، لما يبقى احتياجه للقبول هو فقدانه للحضور. يعني من الآخر الشريك الصحي ما هواش الباد بوي ولا النايس جاي. الراجل الصح هو اللي يكون حنون وقوي في نفس الوقت.